السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. إن الله والملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. النهاردة هنعمل مع بعضنا الدقيق الاسبونج البيتي. الناس كتيرة مبتبقاش عارفاه، وده بصراحة أوفر بكتير من الجاهز وأحلى كمان. معايا هنا كوبايتين من الدقيق، هنخلهم كويس. ولازم هنا الدقيق يكون معانا فينو، ما يكونش اي نوع دقيق عشان خاطر ايه تطلع هشة خالص معانا. ندخله مرة واتنين وتلاتة عشان كل ما هندخله اكتر كل ما يطلع معانا هشة اكتر. هنضيف هنا معلقتين من النشا. المقدار اللي انا بعمل معاكم ده اللي هو نص المقدار، هنضيف على المقدار بس اللي هو ربع كيلو بتبقى كوباية، اللي هي كوباية الشربات الكبيرة، كوباية وربع. لكن لو نص كيلو هيبقى كوبايتين وربع، وكل ربع عليه كوباية سكر. يعني أنا كده ضفت كام؟ كوبايتين من السكر وكوبايتين ونص من الدقيق وعليهم معلقتين من النشا، تمام، وباكو بيكنج باودر. لكن لو هتعمل اللي هو ربع بيبقى معلقة واحدة بس ممسوحة. وأنا بإذن الله هكتب كل المقادير دي في صندوق الوصف، سواء الربع أو النص. وهنا الربع عليه 3 من البيض، تمام، بس أنا هنا ضفت 5 على النص، لان هو المفروض 6 بس انا ضفت 5. هفضل اضرب فيهم كده لحد ما يعمل معايا فوم جامد كده واتاكد ان هو اتضرب كويس. هضيف هنا معلقه الخل عشان خاطر زفرت البيض، وبعد شويه هضيف فانيليا سايله برضه عشان خاطر يديني ريحه حلوه. اهو هفضل اضرب فيه كويس كده. اول ما اتضرب كده ويعمل رغراوي كده معانا هنزل بيه على الدقيق ونقول بسم الله. اهو هفضل اقلب كده فيهم كويس من فوق لتحت. بعد كده هنا ايه معايا كوبايه، هو المفروض على كل ربع نص كوباية من المي أو اللبن أو ربع، تمام. أنا ضفت هنا مية بالتدريج، اللي هو أخدت عليهم نص كوباية مية، تمام. ده هنا المحسن جل، ده أساسي معانا في الوصفة، أنا هضيفه كله. هو المفروض على كل ربع معلقة، بس أنا خلاص أصلا أنا جبته، فاللي هو ايه بقى لو سبتيه مفتوح وكده هيبوظ على طول. فقلت خلاص كده انا انزلهم كلهم، وتخلي بالك من ان هو ممكن يكون بايظ، لو بايظ هيبقى لونه ابيض خالص كده، لكن هي الكاميرا برضو مش مبينه لونه كويس. هنفضل نضرب كده بالمضرب كده ضرب مستمر لحد ايه ما يترفع معانا ويبقى زي الكريمه بالظبط. مش هناخد يعني بتاع ربع ساعه كده نتاكد ان هو ايه بيجي تمام. اهو اترفع معانا الخليط. جبت هنا صينيه مستطيل، دهنتها زيت وفرشت عليها ورق زبدة، وحطيت ورق زبدة في الأطراف عشان خاطر ايه تطلع معانا الكيكة عالية. هنا خلاص أول ما اتأكدت ان هو ايه ثبت الجناب كلها، أقول بسم الله وهنزل بالخليط بتاعي كده بالراحة. اهو شايفين هو القوام تحسوه كمان سايل شوية لأن كان عايز يتضرب كمان شوية، بس أنا ايه قلت يعني كنت مستعجلة وكده فقلت كده خلاص تمام. اهو حفرت كويس كده في الصينية يمين وشمال بالسباتولا، اتاكد ان هو ايه اتفرد كويس معايا. اهو كده هفضل اسويه كده بالسباتولا عشان خاطر ايه متبقاش حته مايله وحته ايه، يعني حته نازله لتحت وحته مرفوعه. اول ما اتاكد خلاص كده اروح ايه دبها دبه خفيفه بحيث ان انا اطلع كل الهواء اللي فيه. وهتكون الفرن معانا مسخنها من قبلها، وتكون ايه ضايفينها على الشبكه. اول ما الاطراف خلاص تحمر معانا نتاكد ان هو استوى، مش هياخد يعني معانا غير بتاع 20 دقيقة. اول ما الاطراف تتحمر نديله لون على الشوايه وكده تمام. وهنسيبوه ليله كامله ما نجيش ناحيته، نكلتفوه كده نغطوه كده زي ما كنت مغطياه، وتغطيه برضو بفوطه عشان خاطر ايه يبقى طري وهش معانا. انا اهو كده شلت كل الورق اللي فيه، وهبدأ ايه اجيب السكينه والمنشار واقطعه. لو في اي زياده طلعت معاكي او اتقطعت عادي خالص، لان ده كله هندويها ان شاء الله
احنا وبنجلس في ايه في التورته. انا حبيت ان انا ايه اقطعها معاكم عشان يبقى ايه ماشيه معاكم خطوه بخطوه في الفيديو. انا هو كده هقطع اول طبقه، وهقطعها تاني طبقه برضو لحد ايه ما تبقى معايا 3 طبقات. هنا بوريكم ان في ناس بتقطع بالفتله، لو هي ما عندهاش سكينه كبيره او منشار ده، بتجيب الفتله كده بتحطها على جنب، وبتبقى ماشيه كده بالتساوي بالراحه لحد ما تنقطع معاها. الحته الاخيره دي طلعت معانا على جنب مش مشكله. هنا هنحضر الكريمه. دي كانت كريمه جاهزه، محبش اجيب كريمه اللي هي الخام. على مره تانية ان شاء الله هعملها معاكم. وطول ما احنا شغالين نذكر ربنا كتير ونقول لا اله الا الله والحمد لله والله اكبر. اهو انا كده ايه هفضل اضرب كده لحد ما القوام يتماسك معانا. اول ما يتماسك معانا هنبتدي بقى ان احنا ايه نجلس التورته. خلاص اهو كده انا ايه الكريمه جاهزت معايا. هجيب بقى ايه البلانشة اللي انا ايه هفرد عليها التورته، ازينها عليها يعني. هضيف معايا اول معلقه كده من الكريمه على البلانشيه عشان خاطر تبقى متماسكه معانا متبقاش بتروح يمين وشمال. نقول كده ايه بسم الله. اهو حاجه بسيطه كده خالص من الكريمه. دلوقتي احنا بقى عاوزين نضيف اللي هي ايه اخر طبقه. هروح ماسكاهم كلهم واروح ضيفاها. دي اللي هي الطبقه اللي هي كانت من فوق، ضفتها كده بالشكل ده. وهضيف هنا عليها الكريمه. الكريمه دي حسب ما انت تحبي بقى، تخليها كتيرة تخليها قليلة زي ما انت هتحبي. بس يعني حط لك كمية يعني طبقة كريمة كده تكون محترمة. تفضلي تفردي كده. انا كل ما هتحتاج كريمة معايا هفضل ازيد لها تاني. اول طبقة انت بتفردي هتلاحظي ان ايه الفتافيت بتاعت الكيكة بتيجي معاكي في الاسباتولا. فانت لازم تشيليها كده من اول طبقة، تجيبي معلقة كده وتروحي ايه منزلاهم ليه عشان خاطر بعد كده لما نحب نجلس الكيكة كلها من بره ميبقاش فيه معانا اي فتافيت في الاسباتولا. لازم بين طبقة والتانية تروحي مسحاها. انا هو هفضل اجلس كده طبقة ورا التانية. ومعايا هنا مية، جايبة كده كوباية مية عليها معلقة من السكر مدوباهم فيها وايه، وبسقي بيها الكيكة قبل ما بحط الكريمة. انا هنا كان عندي صوص فراولة فحبيت اضيفه. صح انا نسيت، انا اقصد الطبقة اللي هي الاولى اللي هي اللي في النص، لكن الطبقة التانية اللي هي ايه كانت في الاول. والطبقة الاخيرة هتكون اللي هي ايه اخر قطعة من الكيك اللي هي من تحت في الصينية. اهو هي كده كانت ايه حساها برضو لا لسه واطية شوية. فاضطريت ان انا ايه اقسمها، يعني اقطع منها جزء واضيفه برضو كطبقة رابعة بالكريمة وكله دويته. بس انا هنا غلطت غلطة ايه هي، ان انا كان المفروض التورتاية ادخلها في الفريزر تتمسك شوية، والصوص برضو ادخله في الفريزر يتمسك شوية. لكن انا ايه ضفت الصوص كده على طول على الكيكة من غير بقى ما ايه ما احطها في الفريزر. ابسط ما فيها لو انا مش هضيفها في الفريزر يكون الصوص قاعد في الفريزر. فانا هو اول ما ابتديت احطه زي كده راح بيجي كل لوحده يسيح وينزل لوحده. فما بقيتش عارفة اعمل ايه، بيجي ينزل على الجناب. طب حاولت مثلا ان انا ايه احاول اتصرف اعمل اي حاجة كده مثلا اكتب عليها بالكريمة، برضو منفعش معايا خالص. اهو لو تلاحظوا بيجي ايه كله ينزل على الجناب، واللون بقى بتاع الكريمة بيجي يبان. فقلت ان انا هجرب اكتب عليها ايه بالكريمة. فجاء هنا ايه اخويا بيقول لي طب ما انت اعمليها بالخلة، اعملي لها شكل. حاولت برضو ان انا اعمل لها شكل وكده برضو منفعش خالص معايا. فقلت لا انا احاول ان انا اكتب عليها بالكريمة. اهو كده هنقول بسم الله. حاولت ان انا اكتب ايه كل سنة وانت طيب. فبلاحظ بقى في كلمة كل برضو مش نافعة معايا خالص. حاسة ان هي برضو الكريمة بتسيح وكله سايح في بعضه. رحت قلت لا مش هينفع معايا، جبت الكريمة بكله خربطته في بعضه ايه وعدتها من جد وجديد. بقت معايا بالشكل ده وباللون الجميل ده.
جبت الأوريو حطيته كده على الجناب، واللي هي بواقي القمع دي اللي طالعة جديد حطيت برضو منيها على الأطراف وعلى الجناب برضو. بقت معانا ايه بالشكل الجميل ده اللي انتوا شايفينه. بس فانا بقى ايه حابه ان انا اكتب عليها. المكان اللي انا رحت فيه ما كانش معايا القلم اللي انا بكتب بيه، اللي هو القلم اللي احنا بنحط فيه الشوكولاته او بنحط فيه الكريمه. تمام. فقلت خلاص انا هكتبها على كده. جبت الشوكولاته سيحتها، وبالورقه بتاعت الشوكولاته نفسها رحت كتبت كده. حتى هتلاحظوا الكتابه برضو طالعه ايه مش حلوة كويس، مش مظبوطة. تمام. لكن انا معايا قلم هوريهولكم ان شاء الله، بدل ما نضيف الشوكولاتة او اي حاجة ونكتب بيها. يا رب الفيديو يكون عجبكم، متنسوش اللايك والاشتراك، واي حاجة اكتبولي في الكومنتات. يلا، مع السلامة، ان شاء الله اشوفكم في الفيديو القادم. باي باي.